قبل كل شيء طبعا كنت على تويتر امبارح قبل مباراة الريال والبرشلونة في الكلاسيكو. كنت اتكلمت على هنعمل مسابقة لنتيجة المباراة، واللي هيفوز هجيب له تيشيرت ريال مدريد بإذن الله. بإذن الله هنعمل حصر للفايزين بنتيجة 3-2، وهنعمل سحب بعد كده أنا والتيم اللي موجود معايا، وبإذن الله يتم تسليم التيشيرت في أسرع فرصة للكسبان في القاهرة بإذن الله. ولو في اي مكان ممكن نبعتها له حتى، ما عنديش مشاكل. لو في السعوديه، في الامارات، في الكويت، في اي مكان هبعتها له باذن الله. طبعا امبارح كان في مباريات كتيره جدا جدا جدا. انا اللي يهمني في المقام الاول هو كان مباراه الزمالك مع دريمز. ناس كتير جدا بتشكك في مستوى نادي دريمز، وانا شايف ان فرقه مفاجاه. الفرقه اللي تصل للسيمي فاينل يا جماعه اكيد عندها حاجه، اكيد عندها حاجه زياده. مش فكره مقارنه نادي الزمالك بتاريخه الكبير جدا بفرقه بقى لها 10 12 سنه، ده لسه حديثه العهد. ولكن فرقه عندها كوره، عندها كواليتي كوره، عندها سرعه، فرقه جريئه ما بتخافش، عندها دفوهات زي اي فرقه في العالم. برشلونه عنده دفوهات، ريال مدريد عنده دفوهات. ولكن لما نيجي نتكلم على فرقه حديثه العهد تم تاسيسها بقى له 10 12 سنه بشكل علمي مدروس، وتشوف كواليتي المواهب الموجوده: عبد العزيز عيسى، منساه، جون انطوي اللي جاب واحد من هدافين الاسماعيلي والاهلي في الفتره كبيره جدا، ديريك اللي على الجبهه اليسرى، سيمبا اللي نزل بديل، سليمانه الرايت. لعيبه انا وجهه نظري في منهم كمان ممكن نختارهم يلعبوا في بعض الانديه في وسط الجدول بالنسبه لمصر، لان لعيبه كره جيدين. انا شفت فرقه سريعه، فرقه مهاريه، فرقه عندها كواليتي كوره، عندها وسط ملعب بيعرف يخلق فرص وبيعرف يعمل التسديد الجيد. طلعوا بالمباراه الى بر الامان 0-0. اعتقد ان الزمالك عنده الفرصه في في كوماسي انه يعمل هدف في اول ربع ساعه. ده اللي لازم يشتغل عليه جوميز. التشكيل امبارح كان فيه بعض الاخطاء، ولكن والتغييرات برضو كان فيها بعض الاخطاء. اتمنى من كل قلبي ان زيزو يكون راجع، مصطفى شلبي، احمد حمدي يلعب تحت راس الحربه، اثنين لعيبه ارتكاز للمره ال50 يا جوميز. محمد شحاته اشتغل كويس جدا مع دونجا، مع طبعا عوده عمر جابر واحمد فتوح يا رب بقلبين دفاع. نادي الزمالك لازم يخطف هدف في ربع ساعه الاولى، لان كل ما الوقت بيعدي كل ما يكون في مصلحه نادي دريمز القوي مهاريا وكواليتي كوره. فرقه عندها اخطاء في خط الدفاع عندها، وده ممكن ينفع نادي الزمالك، لان التكتيك بتاع الراجل ممكن يتغير ويلعب بدل ما كان بيلعب على الهجمه المرتده ممكن يلعب بضغط عالي يساعد كتير جدا في ايجاد مساحات لزيزو ومصطفى شلبي واحمد حمدي وسيف الجزيري. دي المباراه اللي تهمنا بالنسبه لمصر والكره المصريه، مباراه الكلاسيكو ريال مدريد وبرشلونه. الريال عنده شخصيه كبيره جدا يا جماعه. كارلو انشيلوتي واحد من اعظم مدربين العالم، تخلى عن فكره ال 4 2 3 1 او شجره الكريسماس اللي كان اكتشفها فتره من فترات مع الميلان لما كسب دوري ابطال اوروبا مره وخسرها مره مع ليفربول في اسطنبول. مباراه الامس اثبتت ان الريال عنده شخصيه، عنده كاريزما، اسم تقيل، ما مش مشكله تتقدم عليه، ولكن بيعرف يرجع في المباراه بشكل ممتاز جدا. الريال ما عندوش راس حربه، لعب سيزون كامل من غير راس حربه، لعب ببلينجهام. رودريجو بيلعب على الرايت او على الليفت، فينيسيوس نفس الموضوع. الريال هيكسب بطوله الليجا بدون راس حربه، ممكن يكسب دوري ابطال اوروبا بدون راس حربه في انتظار التعاقد مع كيليان امبابي. مفيش الا خوسيليو، ولكن بتتكلم على دفاعيا الفريق اتطور كتير جدا. لينون حارس المرمى اتطور كتير جدا. ثلاثي وسط الملعب: مودريتش، فالفيردي، كامافينجا، تشويميني لما بيلعب، مين تاني؟ مش عاوز انسى حد من لعيبه نص الملعب. مودريتش طبعا الاسطوره الكبير جدا. ما تحسش في اختلاف كبير جدا في الريال، ولكن اللي اتطبق في الريال هو عمليه تنظيم الدفاع. انا عجبني برشلونه بالامس، ومن المباريات الاولى اللي عجبني فيها تشافي في عمليه التدوير وعمليه التغيير، وما خافش من لوفاندوفسكي وخرجه ونزل وخلى يمين يامال لعيب على الرايت، ونزل طبعا جوا فيليكس. برشلونه عمل مباراه على المستوى التكتيكي كويس جدا، اشتغل على جبهه ضعيفه او نسبيا كانت خايفه كامافينجا، لان لامين يامال تفوق عليه من اول دقيقه، وبالتالي ركب الجيم كله لغايه ما خرج كامافينجا. برشلونه الريال كسب بطوله الدوري خلاص، وده 11 بونت صعب جدا في المباريات المتبقيه. الموضوع اصبح يعني بنسبه 99% فاصل 9 الريال بطل الليجا، ويكون بطل دوري الابطال.
وتكون نهايه سعيده. انا اعتقد ان كارلو انشيلوتي بعد البطولتين دول ممكن يمشي السنه دي، مش عارف. عندي مفاجاه، ممكن يكون اكزابي الونسو حتى لو اعلن ان هو مش ماشي، هو اللي ممكن يكون مدير فني ريال مدريد في المرحله اللي جايه. المباريات الثانيه، ليفربول في صراع على بطولة الدوري، لأنه لم يعد له متبقي سوى بطولة الدوري بعد الخروج من اليوروليج. كسب فولهام. طبعا محمد صلاح ما اشتراش يمكن في 20 دقيقة فقط لا غير. مش عارف هل هو عقاب من يورجن كلوب، هل هو آه، مستوى محمد متراجع شويه. انا شايف ان محمد مستوى مش متراجع، مستوى محمد ممتاز، كل ماتش بيجيب هدف، بيصنع هدف، وبالتالي مهم جدا. ممكن يكون مخليه، لان ضغط المباراه كبيره جدا. ده اللي هيبان من يورجن كلوب كلوب يورجن كلوب، لانه في التوقيت الحالي بيحاول يكسب بطوله ويختم بها مشواره مع ليفربول. كسبوا الفولهام 3-1، 74 بونت. نفس الموضوع الارسنال اللي عمل نتيجه في اليوم اللي قبليه كانت ممتازه جدا، 2-0. نتيجه ايجابيه في ظل الضغط الكبير جدا او جدول المباريات الصعب على الارسنال. لسه السيتي ب 73 بونت، عنده مباراه اقل، لو يكسبها هيبقى 76. فرق الاثنين بونت هو هيستمر لغايه نهايه السيزون، ده اللي هيبان. كان في مباراه ايه تاني؟ انا طبعا شفت الترجي وسان داونز. الترجي عمل شوط اول رائع على المستوى الهجومي، شوط ثاني ممتاز على المستوى الدفاعي. فرقه سان داونز في الشوط الاول كانت سيئه جدا، الشوط الثاني خلقت كوره واثنين وثلاثه واربعه، استخدم دكته مكوينه بشكل جيد. تاثير غياب مكوينه لعيب نص الملعب واضح على فرقه سان داونز. ايه موضوع الاسماء النهارده. اتمنى طبعا ان الفتره الجايه يكون في شكل افضل بالنسبه للترجي في المباراه القادمه، تامين دفاعي وتركيز دفاعي كويس جدا. طبعا لازم نروح في ماتش كان قوي جدا جدا امبارح، ماتش البوكا والريفر بلات 3-2. الريفر اتقدم عن طريق بورخا، وبعد كده مارتينيلي جاء التعادل. كافاني الماتادور احرز الهدف الثاني، مارتينيلي دياز اتعادل، ومارتينيلي احرز الهدف الثالث. 3-2 بالنسبه لبوكا. كان مباراه فيها حرب ما بين الجماهير وبعضها. هي دي قيمه الجمهور الموجود. مباراه هي الاكثر اثاره على مستوى العالم، مباراه ريفر بليت والبوكا جونيورز. طبعا عندنا مباراة مهمة جدا جدا يوم الجمعة بالنسبة للأهلي مع مازيمبي الكونغولي. شفنا مازيمبي فريق قوي جسمانيا بدنيا تكتيكيا، فرقه عندها حاجه في الملعب، عندها اطراف ملعب جيد، عندها وسط ملعب جيد. ولكن انا ما زلت مصر ان مارسيل كولر لو احسن التشكيل واحسن البدايه زي ما عملها في النص ساعه الاولى ووصل للجول مره واثنين وثلاثه، ممكن يكون الاهلي اقرب لاحراز اهداف في الربع ساعه الاولى ويتعب كتير جدا انداي المدرب وكمان مجموعه فرقه مازيمبي اخطاها في خط الدفاع، عندها وسط ملعب سريع قوي بيوصل للجول كويس. ولكن اعتقد ان السيستم والسيناريو هيتغير بالنسبه للنادي الاهلي بالتشكيله ممتازه جدا. ممكن تكون عوده مروان عطيه، ممكن كمان يكون كهربا يكون في البدايه، وسام ابو علي بالشكل الممتاز، رضا سليم حتى لو بعيد عن الاصابه. اعتقد حتى بيرسيتاو عودته مهمه جدا بالنسبه للنادي الاهلي. كل التمنيات التوفيق بالنسبه للنادي الاهلي. المباراه مش سهله، مباراة صعبة جدا. أنا بالنسبة لي نتيجة 0-0 خطر إذا كان على الزمالك وخطر إذا كان على النادي الأهلي. اللي مريح للنادي الأهلي اللي بيلعب على ملعبه وسط جماهيره أمام 50-60 ألف متفرج. وهنا عاوز أشيد برجال الأمن وأشيد كمان بالمسؤولين عن الرياضة في مصر إنه أتاحوا الفرصة ل 50,000 متفرج بالنسبة لنادي الزمالك يكونوا موجودين في الملعب. برضه 50,000 متفرج بإذن الله بالنسبة للنادي الأهلي هيعملوا شكل كبير جدا للعيبة، وكمان أمام فرقة قوية على المستوى البدني والمستوى الجسماني. تحياتي وبالتوفيق، واتمنى التوفيق باذن الله للنادي الاهلي ونادي الزمالك في التاهل، وننتظر سوبر افريقي مصري ما بين الاهلي والزمالك. تحياتي والى اللقاء.